السلام عليكم، أتمنى الجميع بخير. متابعينا الكرام، القضية تاع الاعتداء على حافلة سياح جزائريين في تونس دارت ضجة كبيرة، ودوك نكشفوا تفاصيلها. لكن في البداية نقول حاجة، وهي أنه نحن كجزائريين عندنا احترام لكل شعوب العالم، لكن الجزائر والجزائريين أولا وأخيرا، ثم يأتي الباقي. لأن القضية تاع البارح اللي تسبب فيها الشرطي التونسي وسائق الحافلة الجزائري، وبشهادة صاحبة الوكالة السياحية ساندرا، وكيفاش قام هذا الشرطي بالبزق على سائق الحافلة بسبب مشكل مروري فقط. وبعد ما صعد الشرطي إلى الحافلة وبزق على السائق، قال لهم روحوا لبلادكم وجابكم عندنا، ثم حرض مجموعة من الشباب التونسيين على سرقة هاتف صاحبة الوكالة اللي كانت تصور فيه. ولما نزلوا شباب من الحافلة لاسترجاع الهاتف، حسب أقوال صاحبة الوكالة السياحية، التف بهم الشرطي ومجموعة من التوانسة الذين اعتدوا عليهم بالضرب. بالمختصر خوتي، حتى لو كان مشكل مروري فقط، علاش هذا الشرطي راح يحرض الشباب التونسيين على الاعتداء على حافلة فيها سياح منهم أطفال ونساء؟ لأنه لا شيء يبرر هذا الاعتداء الهمجي. لكني لاحظت عبر التعليقات تاع التوانسة تردد عبارة سجن تونسيين في الجزائر بسبب الزيت. لكن أنا تبان لي هذو ما على بالهمش أنه في الجزائر القانون فوق الجميع، ومحال تلقى شرطي يحرض مواطنين باش يضربوا السياح. كما أنه في الجزائر صدرت مؤخرا أحكام من 10 سنين إلى المؤبد ضد المضاربين في المواد الغذائية وهم جزائريين. على العموم، صاحبة الوكالة تبعت القضية وشكت بهم وجابت حقها، لأنه حسب آخر الأخبار تم توقيف 3 شباب تونسيين. كما فتح الأمن التونسي تحقيق في القضية وتم استجواب الشرطي التونسي. وفي الأخير ألف تحية لهذه المرأة الشهمة اللي وصلت صوتها للجميع.